الناس شايفه الامور دي وحساها، بتبقى لازم قيمه الشغل تكون موجوده، زي ما حصل النهارده مع نائبنا هشام الشطوري نائب المراغه. احنا توجهنا له الشكر من خلال برنامجنا ان احنا فعلا حسينا ان الراجل النهارده اشتغل وعمل عمل جيد النهارده بالنسبه له. مش معنى كده ان برضه الساده النواب اللي هم مثلا راحوا جابوا عربيات عشان خاطر يبيعوا بيها بعض السلع والكلام ده ان هم ما عملوش شغل، لا هم عملوا شغل، قدروا يحلوا برضه جزء من مشكله موجوده. لكن هي مشكلتنا احنا النهارده بنتكلم ان الساده النواب رغم عن يعني ان هي مثلا بتساعد في مشكله، لكن الشعب نفسه الفرد تعبان، حاسس ان هو كده ان الحكومه مش معاه، النواب كمان نفسهم مش معاه. عارف الاحساس لما بيكون كده ايه؟ ان كل حاجه ضدي، الاسعار بتغلى، الدنيا كلها بتغلى، لا عارف اركب مواصلات، لا عارف اجيب اكل، لا عارف اجيب شرب. كل ده النهارده بيخلي الناس توصل حاله النهارده بالاختناق. احنا بنتمنى من ساده النواب ان انتوا توصلوا اكتر مع الجماهير الموجوده في دوائركم، وحاولوا النهارده حتى الناس تحس بيكم تكون موجوده. ان برضه انا برضه عندنا يعني دلوقتي حاليا يمكن نتيجه كود الشرطه ظهرت، فوجئنا ان حوالي اكثر من 45 نائب النهارده موجودين في داخل المجلس، ابنائهم داخل كود الشرطه. طب الاحساس ده النهارده لما سعادتك تبقى انت مش موجود في دايرتي، او سعادتك النهارده مش واقف جنبي، او لما اطلب منك طلب، طب انا معلش انا دلوقتي كأب انا شايف النهارده ان ابني احسن من اي ابن تاني. انا كأب شايف ان ابني افضل الناس، واتمنى له يكون احسن مناصب تكون موجوده لابني انا. يعني مش ابن النايب بس هو اللي يخش شرطه وانا ابني لا. طب هل يا ترى في كل نايب من النواب اللي هم 45 دول كان موجود اكتر من شاب خد ثانويه عامه السنه دي وتقدموا لقود الشرطه وجم عشان يتوسطوا زي ما توسطت انت مثلا رئيس المجلس عشان تاخد تزكيه؟ يعني انت النهارده خدت تزكيه فزت بيها عشان سعادتك عضو في البرلمان، وانا كمان اللي انا قعدك في المكان ده. يعني انا صوتي اصلا هو اللي قعدك في المجلس، من غيره ما كنت سعادتك النهارده تاخد حصانه او توصل النهارده ان ابنك في التزكيه بتاعته يدخل كليه عسكريه. طب انا ايه الحل؟ صراحه انا شايف برضو ان العدد كان زياده جدا، 45 نايب هو مش عيب طبعا، احنا بنبارك لكل الناس اللي دخلت، الف مبروك لاولادكم وربنا يوفقهم في حياتهم الجديده. لكن هل احنا حسينا النهارده بالقرارات اللي طلعت دي و45 نايب يبقى ليهم النهارده اولادهم في، طبعا ده احنا بنقول 45 في كود الشرطه، يعني النهارده لسه بقيه القوات العسكريه ممكن يكون في حربيه في طيران في غيره. يعني معنى كده النهارده ان انتوا شويه شويه هنلاقي ان 600 نايب النهارده كل ابنائهم دخلوا القوات العسكريه او دخلوا اماكن النهارده محتاجه فعلا واسطه. اتمنى برضو، يعني احنا مش بقول ان انا مش عاوز اولادكم يخشوا كليه الشرطه او يخشوا كليات عسكريه، لكن نظره تاني برضه في التقييم بالنسبه للساده النهارده الماسكين الادارات في كليه الشرطه او في الاكاديميه، لو سمحتم برضه نظره تانيه للناس. احنا لسه كنا بنقول في مشكله مع النائب هشام الشطوري في المراغه ان الاولاد امتحنوا وبعد كده رئيس مجلس الاداره نفسه ما كانش موجود وبعدين قعد في قضى فترته ومشي. طب لما الاولاد نفسهم بيكون النهارده كافه الاختبارات موجوده، يعني عاوز تقول النهارده ان هو ابن عضو مجلس الشعب بس في الدائره دي هو اللي تطبق عليه مواصفات؟ ما في ناس تانية برضه طبق عليه مواصفات، واكيد ناس وصلت لغايه كشف الهيئه. ايه اللي بيخلي ابن نائب ينجح وده ما ينجحش؟ ده بيعدي عشان حصانه وعشان تزكيه، ولا ده عشان ما فيش عنده حصانه وتزكيه؟ هي دي الامور اللي بتخلي ناس جوه نفسها بتقول النهارده ان النائب بيقعد عندي بالظبط هو عاوز يجي ياخد المنصب وخلاص. طب ياخد المنصب وخلاص مش هديك، طب وبعدين هفضل انا في تجربه كل دوره احط واحد واسيب التاني، اقول ده عين ابنه وده عين خاله وده عين ابن عمه؟ ما ينفعش. برجاء ساده النواب ان احنا ننظر برضه نظر الناس، يعني يا سيدي لو هتعدي ابنك عدي غيرك. كلمه تعدي دي انا عيب اول اقولها. الناس طبعا هتقول النهارده ليه ما هي بتمشي بالواسطه بتمشي بالمحسوبيه؟ اقول لا في اختبارات. يعني انا جهاز التنفيذي النهارده اللي ماسك الشغل ده المفروض ان هو في اختبارات بيقوم بيها، المفروض ان اولاد النهارده اللي هم يخشوا شرطه او يخشوا اي كليه النهارده في اختبارات في تحالات بتتم عليهم. برجاء النظره تكون افضل للناس، وبرجاء كمان ان احنا ما يبقاش في تحامل علينا في كل مثلا حلقاتنا اللي جايه، ولا نتحامل على صدر الاعضاء او نتحامل على شيء النهارده في شبهه. اللي فيه شبهه نرجو ان احنا نبتعد عنه.